خلينا نبدأ بالأول ال HP بافيليون. ده الخط الأكثر انتشارا في مصر والشرق الأوسط، وغالبا أول لابتوب بتشوفه لما بتدخل أي محل أو موقع. بس خليني أقول لك حاجة مهمة الأول. HP في 2024 أعلنت إنها توقف بافيليون تدريجيا وتحوله لأومني بوك 3، يعني الموديلات اللي شايفها دلوقتي في المحلات هي مخزون موجود، بس الجيل الجديد بيطلع تحت اسم أومني بوك. وعشان كده هتلاقي بافيليون بسعر أرخص من الأومني بوك، لأن ده جيل سابق. بيجي إزاي البافيليون؟ بتلاقيه في 3 أحجام، ال14 بوصة الأخف والأسهل في الشيل، ال15 و6 بوصة وده الأكثر انتشارًا، و16 بوصة في بعض الموديلات، وفي نسخة منه البافيليون X 360 شاشته بتتلف 360 درجة وبتتحول لتابلت. المواصفات اللي هتلاقيها معالجات Intel Core i3 أو i5 أو Core Ultra في الموديلات الأحدث، أو ممكن تلاقي AMD Ryzen 5 أو Ryzen 7 في النسخ الAMD. الرام بتبدأ من 8 جيجا وبتوصل ل 16 جيجا بايت، والاس اس دي من 256 جيجا بايت ل 512 او 1 تيرا بايت في الموديلات الاعلى. كارت الشاشه في الغالب انتجريتد، يعني مفيش كارت منفصل، بس في بعض الموديلات بتلاقي نفيديا جي فورس ام اكس. مناسب لمين؟ الطالب اللي محتاج جهاز للمذاكره والابحاث والزوم، الموظف اللي شغله اوفيس وايميلات وانترنت، او اي حد محتاج جهاز شغال كويس من غير ما يدفع ثمن كبير. طب مش مناسب لمين؟ لو بتشتغل على بريمير او فوتوشوب بشكل احترافي او بتلعب جيمز بجد، البافيليون مش هيجاوبك، ومع الوقت هتحس انه بطيء. الموديلات الموجوده دلوقتي في السوق بتبدا من حوالي 15000 جنيه وانت طالع، حسب الحجم والمواصفات، وطبعا السعر بيتغير مع سعر الدولار، فدايما اتاكد من السعر الحالي في السوق قبل ما تشتري. الخلاصه البافيليون هو الخيار الاذكى لو ميزانيتك معقوله وشغلك عادي، بس ما تشتريش منه لو عندك احتياجات اكبر، لان في خيارات تانية في اتش بي هتكون انسب ليك، وده اللي هتكلم فيه دلوقتي.